عندكم عرس وحايرشة تلبسين قلادة ويا الفستان مالتك. هاي قلايد كلش حلوة، موديل احلى من موديل. القلادة تكون كلها ذهبية، عندي بيه اكثر من شكل، وعندي بيه الشذر الازرق الفيروزي، وعندي بيه العين، وعندي بيه الحذوة مال الحصان. الشذر الازرق الفيروزي هذا شغله كلش حلو، المقطع يكون بارز، الحجم مالته وسط، والزنجيل مالته هم وسط 60 سنتيمتر، يعبر الحجاب. البنات اللي يلبسن الحجاب هذا الزنجيل يفيد شن، كلش حلو وراقي 60 سنتيمتر. الموديل الحديث هذا الزنجيل بالطوبات. عندي هنا آية الكرسي، الطبع ماله يكون كله ليزري، هذا يعني بالغسل ما يروح، وكلش بارز ومبين. باي آية الكرسي تكون مبينه. عندي هذا المقطع الحجم الكبير، هذا الوسط مالته نفسه، هذا الحجم الكبير، هذا الوسط مالته. الصياغه مالته كلش حلو، المقطع والقلاده تكون بارزه وحلوه ومبينه برقبتك من بعيد. شوفي آية الكرسي شكل هندسي على شكل مربع مكتوبه بيها. آية الكرسي الطبع ماله يكون ليزري ومبينه، آية الكرسي الكتابه مبينه. والزنجيل مالته 60 سنتيمتر، يعبر الحجاب، كلش قوي. الموديل الحديثه بالطوبات، هذا الزنجيل ما ينقطع ابد. تريدين نبيع لك بس المقطع نبيع، تريدين نبيع لك بس الزنجيل نبيع. الصياغه مالته كلش حلو. هاي القلاده وعمرش خساره، عمرش خساره اذا ما تلبسين هيك قلايد، عمرش خساره. قلاده كلش حلوه وراقيه، حتى الموظفات مو شرط عندها مناسبه، الموظفه تحب تلبس قلاده تلبس هيك قلاده. هذا المقطع ماله ضخم، آية الكرسي مبينه وبارزه، شغله كلش حلو. والزنجيل مالته همتين قوي، ما ينقطع لا تخافين عليه، كلش قوي الزنجيل مالته هذا نفسه، بس الحجم المقطع اصغر مسوي لكم اياه. شغله كلش حلو، والايه مبينه وبارزه بيها، والطبع ماله يكون ليزري، شغلها كلش حلو. وتخيلي هذه القلاده شلون حلوه وبرقبتك، خاصه تلبسيها ويا الفستان، تلبسيها ويا البدله، تلبسيها ويا القاط، كلش حلو يقعد. شوفي الموديل، هذا الموديل البيضوي شغله كلش حلو همتين. هذا مستطيل، هذا بيضوي، وهذا همتين بيضوي نفسه بس شويه اصغر. الحجز تقدرين تراسليني على الواتساب، تقدرين تراسليني على تيك توك، على الانستغرام، توصيل بباب بيتك، تشوفين القطعه ما عجبتك ترجعيها بيد المندوب. هذا الموديل عندي آية الكرسي. جيناكم على موديلات هسه آية الكرسي، الموديلات اللي بيكون بها طبع، هذا بها سبيكه ابو السنبله. هاي قلاده المقطع مالته سنبله، الصياغه مالته كلش حلو، اللمعه مالته شغلها. شوف الظهر مالته، زنجيل مالته نفس ذنيك الزناجيل. هذا لا مو سنبله، ببطنه يكون الطبع ماله ورده، مثل ما نقول احنا السبيكه، طبع مال السبيكه. هاي شغله كلش حلو. الفراشه شغلها كلش حلو وراقي، ذهبيه، شغلها من كل الجهات. الحجم مالته وسط، يكون مبينه وبارزه، والزنجيل مالها هماتنا بالطوبات الحديث، شغله كلش حلو. نبيع لكم بس الفراشه ونبيع لكم بس الزنجيل، وسعر كلش مناسب، عليهن عروض خاصه ذمي. عندي هنا مقطع بيضوي مكتوب بها قل اعوذ برب الفلق، الطبع ماله يكون هذا حفر كله مو ليزري، شغل يدوي، هذا حافرينه ونازل من يمه 3 ليرات. والزنجيل مالته الحديث ابو الطوبات، والمقطع والايه مبينه وبارزه من تلبسيها. هنا عندي عين عن النفس وعن الحسد، هذا العين شغله كلش حلو. العين يكون الحجم مالته وسط، لا ضخم ولا ناعم، وسط، كلش حلو. هذه قلاده. عندي شذر ازرق الفيروزي موديلين، عندي هنا 7 عيون، شغله من جهتين مو من جهه واحده. وعندي هذا شذر الفيروزي همته شغله من جهتين مو من جهه واحده، على شكل دمعه، ونازل من يمه مكعبات، والاطار ماله ذهبي حتى لا يوقع، الاطار مخلي لكم اطار حتى لا يوقع. الزنجيل مالته مختلف، ناعم بس ما بطوبات، قوي هذا الزنجيل لا تخافين عليه. تدين نبدل لك اياه باضخم نبدل، ماكو مشكله. وهذا 7 عيون. الحذوه مال الحصان بيها شذر الفيروزي، هم عن النفس وعن الحسد، البنات هسه اللبسن الحذوه مال الحصان. والزنجيل ماله ديسكو، الزنجيل مالته ديسكو، هذا يختلف عن ذنيك الزناجيل، 60 سنتيمتر. متوفرات عندي بالزعفرانيه بسوق الهواء عند هشام، موجود رقمي بالبايو، موجود الاسم مال الانستغرام بالبايو والفيسبوك واليوتيوب.